مساء الخير على احلى واجمل اخوات في الدنيا. وحشتوني قوي قوي قوي. متشكرين على تعليقاتكم الجميله وكومنتاتكم الحلوه دي، ربنا يخليكم ليا يا رب، يديمكم نعمه في حياتي. النهارده هنعمل معاكم بسكوت اليانسون بطريقه سهله جدا وروعه، وتاكدي لو اول مره بتجربيه هينجح معاكي يعني ان شاء الله باذن الله، من غير مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه. بصوا عامل ازاي، بصوا شايفين جميل قد ايه، بصوا جميل قد ايه، بصوا شايفين جميل ازاي، بصوا ناجح وجميل جدا جدا جدا، وهش وخفيف وطعمه جميل للشاي، جميل جدا هيعجبكم. وطريقته سهله قوي. اهم حاجه تشجعوني بلايكات واشتراكات وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي زيكم دي. يلا تعالوا معايا شوفوا الطريقه. اول حاجه كده معايا 4 بيضات، هنكسر البيض كده. معايا كده 4 بيضات اهم بدرجه حراره الغرفه، ومعايا مج الا ربع سكر كده، كوبايه هي اللي هتعايري بيها. وهنبدا نضرب كده. طبعا تطولي بالك، يا اما لو عندك مضرب كهرباء عندك خلاط اعملي اهي كده لحد ما يبقى فوم ابيض كده. وهنحط بقى الفانيليا عشان البيض طبعا، وهنحط كوبايه زيت زي ما قلت لكم. لو عندكم خلاط ماشي، عندكم مضرب كهرباء ماشي. انا ضربت ايه بالمضرب اليدوي ده. بصوا بقى عمل اهو بقى جميل جدا، كله اندمج في بعض اهو. هنسيب ده بقى دلوقتي نركنه على جنب، وهنجيب بوله تانيه فيها 2.5 كوباية دقيق بالظبط بمعيار الكوبايه دي، هو كله معيار كوبايه واحده، 2.5 كوباية دقيق. وهنعمل ايه، هجيب كده رشه ملح ومعلقه كيك شيف اهي هرميه كده اهي. وهنجيب 3 معالق ينسون بالمنظر ده. هنقلب كله كده مع بعضه اهو. شايفين انا دمجت كله مع بعضه كويس جدا اهو. هنبدا بقى نحطه على السوايل دي بالمضرب الكهرباء، بالمضرب السلك العادي، مش مضرب كهرباء، اسفه، مضرب السلك العادي. خلاص بقى ساعتها لو انت بتستعملي خلاط او مضرب كهرباء مالكيش دعوه بقى، شيليه على جنب وخدي بقى مضرب السلك العادي. هنحط حبه حبه كده. هنعمله ايه، ندمجه كله الاول مع بعضه كده زي ما قلت لكم. 2.5 كوباية دي اهم حاجه انكم تنخلوهم، اهم حاجه نخل الدقيق. في اللحظه دي بقى نقلبه كده لحد كله بقى ما يندمج مع بعضه كده. اهو جميل جدا اهو. تاخديه بقى مع الفطار الصبح مع كوبايه الشاي، جميل جدا جدا. بصوا انا عملت الايه، انا مولعه الفرن على فكره، مسخنه الفرن. الخطوه الجايه بقى هنعمل ايه، جبت قارب كده وهنحط قارب وسط وهنحط فيه حبه زيت. عايزه تحطي ورق زبده مفيش مشاكل حطي. هنبدا ايه ندهنها كويس قوي كده بالزيت اهي. لازم يكون كميه زيت معتبره كده، علشان انت كده كده مش هتحطي ولا زبده. لو عايزه تحطي ولا زبده قللي بقى الزيت. هنبدا بقى ننزل بقى الخليط بتاعنا ده هنا اهو. هنبتدي بقى نفردها كده كده. انا هشد بقى هفردها بايدي كده اهو. شايفين انا عايزه افردها، وانا مش عايزه سمكها
عريض قوي. انا عايزاها كده ايه تتعمل. بصوا شايفين اهو اهو، شايفين عشان هي بتلزق اصلا اهي. هنبدا بقى ايه ندخلها الفرن. انا كده اهو دهنتها بقى دهنة زيت قبل ما تخش الفرن اهو. شايفين اهم حاجه وانتوا بتحطوا الدقيق على البيض والسكر والزيت، حطوا حبه بحبه علشان دي ما تهبطش منكم. بصوا اهو شايفين دي من اجمل والذ واخف بسكوت باليانسون هتدوقوا في حياتكم. بصوا جميل، سواء جربتيه او ما جربتوش قبل كده هو طريقته ناجحه وجميله جدا. هدخله بقى الفرن وهنشوفه بعد ما بقى يطلع شكله ايه اهي. بصوا طلعتها من الفرن، هي بالظبط شبه الكيكه ونفس مقادير الكيكه، بس بتستغني عن كوبايه اللبن اهي. عايزاها تبرد خالص عشان نقطعها مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني. انا بقى قلبتها على الصينيه، هنبدا بقى نقطعها من النص كده على قطعتين اهو. شايفين هنبدا بقى ايه نقطعها على شرايح كده، مش تخينه ولا رفيعه، يعني متوسطه، يعني السمكه بصوا السمك بتاعها يكون كده اهو. شايفين السمك بتاعها يكون كده. هنجيب الصينيه ونرص عليها، هتحطوها هنرصوها، مش هندهن الصينيه اي حاجه، ما تخافوش مش هتلزق. هنبتدي نحطها على صينيتين. وانت بقى عايزه ترفعي، عايزه تعرضي اكتر من كده، دي برضو حاجه بتاعتك انت اهي. هنبتدي بقى برضو نرص هنا كده اهو عشان هندخلها الفرن تاني. بصوا بقى شايفين الجمال والحلاوه. هندخلها بقى الفرن وهنشوفها هنعملها ازاي. دلوقتي هنحمر الوش ده وبعد كده هنقلبها على الوش التاني، وبرضه اوريكم كل ده. انا عامله قالب زي ده تاني كمان. الصينيه بتعمل قربين من دول ماشي. هنحطها في الفرن وهنشوف شكلها ايه. بصوا بقى ايه رايكم في الجمال؟ بصوا اللون، بصوا جميله قد ايه. شايفين عامل ازاي اهو. انا قلبته على الناحيتين على الوشين، يعني تطلعيه من الصينيه تقلبيه الناحيه التانيه عشان يبقى كله لون واحد كده. بصوا اللون اهو. بسكوت طعمه عسل. انت لو انت مش بتعرفي تعملي بسكوت اليانسون ده واول مره تجربيه، اتاكدي انه هينجح منك. جميل جدا 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 مع كوبايه شاي بلبن الصبح كده او بالليل. روعه روعه روعه. ايه رايكم؟ عايزه تشجيع بقى منكم ولايك من ايدك الجميله زيك دي، وعايزه كومنت حلو زي قلبك كده وشجعيني. اشوفكم على خير. باي باي.